السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. نتمنى تكونوا كاملين بأحوال جيدة. عدت من جديد بتحضير جراتان سهل وسريع بالفرن باستعمال الخضر. أنا استعملت 2 حبات من البطاطس وحبة من الباذنجان، قطعناهم مربعات. نزيدوا عليهم شوية زيت الزيتون، القليل من الملح والإبزار، ونوضعوهم بالفرن باش يتحمروا. غنحتاجوا بصلة كبيرة إلى بصلتين صغيرة يعني متوسطتين، غادي نقطعوهم قطع صغيرة ونديرو مع شوية زيت الزيتون. من بعد ما يتشحروا شوية غنزيدو قطع من الدجاج، ممكن أيضا استعمال الكفتة أو اللحم المفروم بدل الدجاج. في هذه الأثناء غادي ناخدو 2 خيزويات و2 قرعات خضرات، غادي نحكوهم بالحكاكة الغضيضة ونضيفوهم ونخليهم حتى هما يتشحروا مزيان. بعد ما تشحر صدر الدجاج غادي نضيفوا بعض التوابل. غنديروا الملح والابزار، غنديروا القليل من الزعتر، ممكن تضيفوا القليل من البابريكا ولا التحميره. من بعد ما تحمرات الخضره في الفرن غادي نضيفوها للخليط. من بعد ما صبح واجد غنخلطوا الكل. غناخدو مول اللي غيدخل الفرن، غندهنوه مزيان بالزبده، نوضعوا الخليط ونوجدوا البيض، نضيفوه مع كريمه الطبخ. وممكن اللي ما عندوش كريمه يدير فقط الحليب ويضيف معاه واحد 2 الفرماجات حتى 3 يكونوا مثلثه، فرماج مثلث. غادي نتبلو بالقليل من الملح والابزار. انا درت 4 البيضات ودرت تقريبا واحد الكأس من الكريمه. كما قلت لكم درت شويه الملح والابزار وشويه من الزعتر، وغادي نخويو هذا الخليط فوق الخضر ونزينوه بالجبن المبشور. ندخلوه الفرن ساخن يتحمر من الاعلى، وايضا يطيب جيدا من الاسفل. وهذا هو الشكل ديالو النهائي. نتمنى يكون نال اعجابكم. شكرا جزيلا على حسن التتبع، والى اللقاء فرصة قادمة ان شاء الله.